السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ودي سلسلة جديدة، سلسلة مختلفة شويتين. يمكن احنا هنتكلم فيها عن قصص واجهتني، فاحنا هنبدأ باللي معانا وهو مدير النرجسي. والقصة دي يمكن هي القصة الايه، مش نقول مقربة لقلبي، بس هي أول قصة شغل في حياتي، وهو أول شغلانة أنزلها فعليا. هتقولي طب ايه الاستفادة من القصة دي؟ هقول لك إن أنا مريت بتجربة ممكن تاخد منها الشيء اللي ينفعك بعدين لو أنت دخلت شغل، اللي ممكن يحصل معاك ما يعني عشان أنت ما تواجهوش ازاي تتجنبه. بس في الأول كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان خاطر الفيديو ده يوصل لكل الناس وعشان خاطر تعرف القصة وكل القصص الجاية. معاكم محمد بدران في بدرانيات، فيلا بينا نخش في قصتنا اللي هو مدير النرجسي. ناخد بس الأول ايه بق كده من الشاي. يا سلام، بعد ما طلع لي في التنسيق كلية بيزنس اللي انا ما كنتش طبعا عايزها، ودي طبعا ما كانتش كلية احلامي ولا اي حاجة. كلية احلامي كانت حاجة تانية خالص، بعيد اصلا عن مجال بيزنس والمجال الغريب ده كله. وكنت خلاص حاسس ان الدنيا وقفت لحد هنا واملي راح وخلاص، انا كل شغفي في الحياة راح واللي انا عايزه. فاهمين انتوا الشعور بتاع تالتة ثانوي ده بعد ما تعمل مجهود الى حد ما وما تلاقيش ثمرة المجهود ده اللي انا واجهته. جالي صاحبي بعدها بيومين ثلاثة كده ولا حاجة، ولقيته كده بيعدي عليا وبيقول لي محمود انا عدى عليا شغل يعني وبتاع، ان هم طالبين مونتاج في مؤسسه كده ثقافيه، ما تروح تشوف الدنيا هناك. قلت له والله ليه لا. خدت منه فعلا العنوان ورحت العنوان اللي هو بالمناسبه ما كانش قريب خالص، لا انا كنت تقريبا بركب 15 محطه مترو. انا كنت بركب من محطه البحوث، كنت باخد بقى 15 محطه وبغير خطوط وحاجات كده غريبه وقصه طويله قوي. ما علينا، مش دي قصتنا. بعد ما وصلت الشغل قابلت الحاج ده اللي هو صاحب الشغل ده من اول مره كده تشوفه فيها، راجل معدي ال60. الراجل ده كان بصراحه مرحب بيا قوي اول مره شافني فيها، وبالذات ان انا قلت له من طرف كذا اللي هو قال لي على الشغل يعني. رحب بيا اكتر، وازيك واخبارك ايه وعامل ايه. اول يوم ده بصراحه انا كنت متفاجئ من طريقه ترحيبه بيا اساسا، وكمان منظره كده تحسه عارف الراجل ابن اصول قوي وراجل ابن واجب قوي وعشري قوي كده. قعدنا اتكلمنا في التفاصيل اليوم ده اللي هو زي المرتب، زي ان انا هروح قد ايه في الشهر. هو كان اتفق مع الحاج ان انا هروح مرتين في الاسبوع، ودول انا حددتهم لما انا دخلت الجامعه. يعني انا رحت معاه لحد ما بدانا الدراسه ايام معينه كده، لحد ما دخلنا في الدراسه قلت له خلاص انا هبدا معاك نثبت سبت وتلات. وكان الشيفت، ودي الميزه قوي اللي ريحتني فيه، ان الشيفت كان من 4 ل 10 او من 5 ل 10، والموضوع في الشغل ده كان قايم على تاسكات. فالميزه ان دي كانت حاجه مريحاني، ان التاسكات ما كانتش تقيله، بالعكس كانت بيطلب مني شويه حاجات كده في المونتاج بسيطه. فبعد ما قابلت الراجل في اول مره انا بصراحه من جوايا اتبسطت قوي، اللي هو الشيء بقى اللي انا شغوف بيه اخيرا. اخيرا المونتاج، الحاجه اللي انا بتعلمها من اعدادي وكل اللي حواليا عارفين الحوار ده، انا بدات هشتغل فيه اول شغلانه فعليه في شركه او في مكان او في مؤسسه ايا كان بقى المسمى بتاع المكان ده ايه. فدي كانت اول مره هنزل فيها. كلام جميل. هتبدا امتى يا عم محمود؟ هبدا يوم السبت. نزلت فعلا يوم السبت عنده، بس اكتشفت ان انا ما عنديش جهاز. هو هناك ما كانش فيه غير علاقات عامه وسكرتير، هي الاتنين في نفس الوظيفه. وكان فيه الحاج وكان فيه ابنه وكان فيه مهندس الصوت وكان فيه المصور، وده كان عم احمد الله يرحمه، من اشد الناس اللي انا حبيتها اصلا في المكان. فالمهم بعد ما رحت اول يوم وما لقيتش الجهاز اقعد عليه، الحاج قال لي طب خلاص هنقعد بس اليوم ده افهمك احنا ماشيين ازاي هنا، طب بنعمل ايه، طب ايه قصه المكان، ايه هدف المكان. عارفين انتوا الشويتين دول قعدنا حكينا فيهم. طلع المهم من ده مكان ثقافي، بيعمل ندوات شعر، بيعمل ندوات، واحد مثلا عامل كتاب، توقيع كتاب، مش عارف ايه. المكان ده كان عباره عن شقتين قصاد بعض الى حد ما. الشقه الاولانيه بتاعت الحاج اللي فيها مكتبه ومطبخ ومكتب تاني وبلكونه. الشقه التانيه كان فيها قاعه كبيره قوي كده فيها شويه كراسي، دي اللي بيعملوا فيها الندوات وحاجات بسيطه. وكان فيها كمان الاوضه اللي كان فيها مهندس الصوت، وكان فيها مطبخ. فتاني قاعده مع الحاج دي اللي هو كان اول يوم المفروض ليا الشغل اللي انا نزلته، بس ما كانش فيه جهاز. قعد بقى يكلمني عن نفسه، قعد يكلمني عن نفسه قد ايه ان هو زمان شقي وتعب، ودلوقتي هو قد ايه فاتح دار نشر، وقد ايه عامل مؤسسه ثقافيه ناجحه جدا. ده عكس اللي انا كنت شايفه قدامي يعني في وقتها. انا قاعد في قلب المؤسسه فشايف الدنيا عامله ازاي، وقد ايه هو راجل ناجح جدا، قد ايه هو جامد جدا في اي برنامج، على اي حاجه نزلت على البي سي او على الاندرويد او على الاي او اس ايا كان بقى، ايا كان للحاجات السمارت كلها. هو كان خلاص دماغه فيها فولاذيه عبقريه. الراجل ما شاء الله تالنتد جدا من وهو قبل ما يخترع اصلا التكنولوجيا هو تالنتد. في القعده دي فضل برضه يقول لي قد ايه هو بيصرف، قد ايه هو مش همه الماديات، قد ايه هو عنده ابراج وعقارات، وقد ايه هو عنده املاك ما بتخلص. هي دي فعلا المعلومه دي كانت حقيقيه، هو فعلا كان عنده املاك ما بتخلص. البرج اللي كان فيه المؤسسه كان فعلا بتاعه. اللهم الحظ احنا مش بنحسب، بس احنا بنوصل التفاصيل اللي حصلت يعني الى حد ما. عدت اول مره دي اللي انا ما قعدتش فيها ساعتين ثلاثه في المكان، عشان خاطر ما كانش عندي كمبيوتر، فما كانش عندي حاجه اعملها. ابتدت بقى الرحله من تاني مره اللي انا مش فاكر اصلا كان يوم ايه، ان هو كان لسه قبل الدراسه. انا يعني تقريبا نزلت 3 اسابيع قبل الدراسه ولا اسبوعين قبل الدراسه، ونزلت بعد كده اول يوم بقى من الدراسه. فلو هنرجع تاني تالت يوم بقى رحت فيه المؤسسه اللي هو تاني يوم شغل ليا. كان وقتها خلاص كل الجهاز، واول ما الجهاز اتحط قدامي الحاج راح قال لي انت تعمل له باسورد. ماشي طيب شيء طبيعي يعني، حاجه عليها ماتيريال. اي نعم انا في مكان ما فيش حد مونتاج غيري، مش عارف ليه حد ممكن يفتح جهازي، او ما فيش حتى جرافيك، ما فيش اي حد مختص خالص بالمجال بتاع الميديا كله غيري. اللي بالمناسبه وقتها الحاج راح قال لي عايزك تعمل قناه على اليوتيوب، والقناه دي
انت لما تخلص الفيديو هتعمل له ابلود. طب يا حاج انا ما بفهمش في السوشيال، مش حتتي، انا مش مختص بالجزء ده، هات احسن شخص مختص في السوشيال هو يمسك لك الحته دي. راح قال لي لا لا، احنا مش غرضنا الاول والاخير ان احنا نلم فيوهات ونجيب فلوس والارباح والكلام ده، انا كده كده عندي اللي يكفيني، احنا بس غرضنا ان احنا نكون بنوثق الحاجات اللي احنا بنعملها انها تنزل. يعني انت بجد جايبني منتج لك الحاجات عشان تسيبها بس توثقها، بتجمعهم ذكرى يعني بتعاير بيها الناس بعدين ولا ما فهمتش برضه، انا ما فهمتش الجزئيه دي، بس قلت ما علينا. اول يوم جالي فيه الجهاز كان في كده ندوه كانوا مصورينها، كانت بكاميرا عم احمد الله يرحمه، ومش عارف ما كانش فيه اضاءه في المكان، الجوده اللي طالعه حتى انت كشخص يعني لو اشتغلت فيها هتعمل ايه فعلا، اصلا ما فيش حتى مايك، يعني ما بيصوروش بمايك، هي الندوه كده صوتها منغبش قوي وما فيش اضاءه، فاهمين الدنيا، فاهمين الكواليتي عامله ازاي، فاهمين الاجواء عامله ازاي كلها اساسا. خدت انا الماتيريال، اول ما خدتها بدات اخلصها، فعلا الندوه كانت حوالي ساعه، خلصتها في نفس اليوم اللي انا كنت فيه، كانوا 6 ساعات ولا حاجه شغلي، فخلصتها في اول يوم. الدنيا بالنسبه لي كانت بسيطه، فانا قبل ما امشي كده بنص ساعه مثلا ولا حاجه خدت الفلاشه وخدت عليها نسخه من الماتيريال بعد الايديت وقبل الايديت عشان برضه يكون مع الاثنين، ووريته. الحاج اول ما شاف، كان الحاج وجنب ابنه اول ما شاف عجبته الماتيريال جدا، ان الماتيريال ما فيهاش شغل كتير، ما فيهاش لعب، ما فيهاش حركات، هو يا دوبك بس ندوه عملوها، فبقص الحاجات اللي مش مهمه، وحاولت على قد ما اقدر اظبط الصوت اللي اصلا ما كانش متسجل بمايك، كان متسجل عادي بمايك الكاميرا اللي كان موصل جوده وحشه بالفعل. يعني دي حاجه ما اقدرش انا العب فيها قوي، او حتى في وقتها خبرتي ما كانتش كافيه ان انا اظبط الصوت على قد ما اقدر. المهم ابن الحاج اول ما شاف الماتيريال انبهر بيها جدا وعجبته، ان ابن الحاج اصلا كان اكبر مني ب5 6 سنين، انا وقتها كنت لسه كتكوت يعني، كان عندي 17 سنه ولا حاجه. الحاج اول ما شاف الماتيريال بص كده وقال لي والله بص يا محمود الشغل ده حلو وعجبني ومش عارف ايه، بس انا كنت ممكن اعمل احسن من كده. انا استغربت، هو الحاج قدامه جهاز، الجهاز ده بس عشان تكونوا معايا في الصوره، عارفين الشاشات اللي هي المربعه القديمه دي اللي بتكون واخده فريم كبير كبير قوي وليها ظهر وبتاع، ومحمل عنده ويندوز 7 ومش شايف عنده برامج غير فوتوشوب على الديسكتوب اساسا، فايه يا حاج ليه كده بس، ليه تحبطني وانا لسه اول يوم اشتغل لك في الماتيريال؟ فانا المهم سمعت الكلمتين وقلت له خلاص يا حاج باذن الله الماتيريال الجايه هتبقى احسن من الماتيريال دي. قال لي هنشوف، وراح قال لي على فكره انا زمان كنت بشتغل مونتاج، وقد ايه انا كنت راجل عظيم، وقد ايه انا كنت بستخدم سوني فيجاس برو، وكنت بيه شخص ما فيش حد بيعرف يعمل الكلام اللي انا بعمله. والحاج كان عنده اعتقاد ان هو احسن حد في كل حاجه، يعني الماتيريال اللي هو هياخدها هيطلعها احسن مني، مع ان هو اصلا ما عندوش برامج مونتاج، وما اظنش ان هو قبل كده استخدم برامج مونتاج اساسا، بدليل ان في الانترفيو لما سالني بتشتغل على برامج ايه، راح قال لي بتشتغل على سوني فيجاس ولا مش عارف، راح قال لي برنامج تاني، انا اصلا كنت بشتغل ادوبي بريمير زي ما كل معتاد اصلا اي حد بيشتغل في شركه بيشتغل ببرامج ادوبي. فالمهم في وقتها قلل من شغلي، سمعت الكلمتين وخدت بعضي وانا محبط، مشيت وبدانا الدراسه. بدأنا الدراسة اللي هي كانت تقريبا تالت أسبوع من شغلي. طول بقى التلات أسابيع اللي فاتوا هو كان كل ماتيريال بيشوفها لي كانت بتعجبه، بس هو مش عايز يبين ده، هو عايز يبين إن هو على قد ما يقدر بيحاول دايما يقلل من كل الناس اللي حواليه. هو كان شخص نرجسي، هو للأسف الشخص النرجسي غروره بيعميه. يعني كان مثلا مهندس الصوت يعمل ماتيريال ما تعجبوش، كان مثلا المصور يعمل ماتيريال، لا بصراحة عم أحمد كان دايما الحاج لما يشوف حاجة عم أحمد كان بيسكت، كان عندها بيسكت يقول حاجة حلوة، يمكن عشان ده كان صاحبه، وانا بصراحه عم احمد كنت بحترمه وكنت بحبه جدا الله يرحمه. فبعد مرور اول 3 اسابيع تقريبا ودخولي في الدراسه، ثبت المواعيد على سبت وتلات، اخد اليوم الدراسي بتاعي من 9 ل 3 اخلصه واقوم طالع على الشغل. فعلا كانت مواصلاتي ساعه، كنت بركب من الحصري، ان انا كانت كليتي قريبه من الحصري، كنت بركب من الحصري لحد المكان اللي انا مش هقول اسمه، ان اصلا لو قلت الاسم اوريدي المكان هيتعرف، ودي حاجه مش عايز اعملها. فكانت حوالي الطريق ساعه ساعه الا، كنت بركب بتحرك لحد هناك، بوصل هناك تقريبا على الساعه 4 4 ونص، من 4 لحد الساعه 10 بشتغل، اخلص 10 اروح البيت 11. كان ده نفس السايكل بتاعت سبت وتلات سبت وتلات سبت وتلات، كنت اليوم كله بهدله، بس انا كنت احب اخده يوم دب دب على طول، واريح دماغي ان انا ما اقعدش بقى انزل شغل يوم اجازتي بتاعت الدراسه، لا بالعكس خلي كل يوم واحد ونريح دماغنا احسن. عدى اول شهر واخيرا جه ميعاد القبض، اللي بالمناسبه القبض ما كانش شيء كبير عشان خاطر انا كنت بشتغل 8 ايام بس في الشهر، ان هم يومين في الاسبوع وهم 4 اسابيع، ف8 ايام في الشهر كله. فجي ميعاد القبض، جيت قبضت، بس وانا بقبض الحاج برضو كان رخم قوي يا جدعان. يعني هو بيقبضني فلوس وبيقول لي احنا اول شهر عملنا شغل حلو، بس عايزين الشهر الجاي نعمل شغل احلى، الا ان انا ممكن اعمل شغل احلى. بصيت له كده قلت له يا حاج ايوه انا يعني كامل احترامي لحضرتك، طب وريني حاجه انا ممكن اطبق عليها اللي انت بتعمله، وانا يعني هعمل لك زيه وتتبسط من شغلي. فجيت ان هو بيقول لي لا 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 لسه هطلع لك ماتيريال وبتاع، الموضوع ما يستاهلش اساسا، انت تتصرف بمعرفتك. كان بيقلل من شغلي، يعني هو بيقلل من شغلي وكان بيقلل من سني، ان انا برضو رايح له 17 سنه كتكوت 17 سنه. كان يقعد يقول لي انت خبرتك قد ايه في الحياه، يعني انت عشت ايه، انا عندي حاجه و60 سنه، يعني انا عشت قدك 4 مرات. يا حاج ليه يا حاج ليه، انا جاي لك طفل 17 سنه مراهق، جاي لك مراهق حزين وحيد شريد بيتعلم مونتاج، ما تحبطوش بالشكل الغريب ده. بس برضه عديت، خدت مرتبي، اتبسطت، والدنيا لايلو لايلو على الاخر، لان اخيرا انا اخدت اول مرتب ليا بحياتي
من مكان ثابت. فبعد مرور اول شهر انا شويه كنت بدات اكتشفت شخصيات الناس اللي معايا ونوعياتهم. الحاج بما ان هو فاتح دار نشر من ضمن المؤسسه، فكانت الفتره الجايه في معرض كتاب. معرض الكتاب ده هو عشان دار نشر فبينزلوا كتب فيها. طبعا ال الكتاب اللي بيكتبوا او بيودوا كتبهم تتنشر عند دار الحاج، اللي انا بصراحه يعني ما كنتش مقتنع بيهم. احنا كان عندنا مبدئيا لوكيشن، احنا كان يعني كان المؤسسه دي فيها لوكيشن. اللوكيشن دي كان ايه، هنقول ورايا بانر، ورايا بانر كده بالعرض. البانر ده كان معمول كده مطبوع، هو مطبوع كده بخامة سلوفان. والاضاءه السبوتات اللي حاطينها في حيطهم حاطين سبوتات اللي بتنزل شارب قوي، دي اضاءتها بتنزل شارب، فلما بتيجي على البانر، البانر بيتعمل فيه انعكاسات للضوء وبيبان شكلها بشع، بجد شكلها بشع. كذا مره طبعا حاولت اقنعهم ان الشكل ده ما ينفعش، على الاقل لو يعمل ديكور خفيف ب 3 4000 5000 يا عم، جيب كرسيين، جيب كرسي واعمل وراك اي لوكيشن خفيف، استخدم اي حاجه من عندك، هيكون احسن من انك تعمل بانر. البانر بيكون شكله هبطان قوي بصراحه. وفعلا انا الماتيريال كنت بشتغلها كانت ماتيريال هبطانه، انا مش هنكر حاجه زي كده، والمؤسسه كلها على بعضها كانت هبطانه، دي حاجه انا مش هنكرها. فطول فتره الشهر التاني واحتكاكي بالحاج، يعني هي للاسف احتكاكي بيه مش سطحي، لا هو احتكاكي بيه لازم قوي، عشان خاطر هو مضطر يشوف بعد كل حاجه خلصها الماتيريال، مضطر يشوف اللقاءات اللي هم بيصوروها من غير مايكات. لما يدهاني هو متخيل ان انا هرجع له الماتيريال دي بصوت فشيخ، وانا يا عم ايه يا عم، انت تسجل بمايكات، ما انت عندك مايكات. هو المشكله ان هو فعلا كان عنده مايكات ما بيستخدمهاش، كان بيكسل يطلعها بحجه ان الحاجات دي كلها مش مستاهله. مين الناس اللي جايه دي؟ كان بيقلل من كل الناس، هو كان دايما رايح في حته ان الناس دي اقل من ان هم يطلع لهم مايكات. وانا بحكم سني انا كنت صغنن قوي وقتها، كان بيتعامل معايا اللي هو يا عم اشتغل باللي في ايدك، يعني في ايه ده انت 17 سنه؟ ده وانا بسنك كنت بشتغل وكنت بطلع ذهب، يعني كان دي دايما وجهه نظره. وحتى لما كبرت انا بقيت جامد جدا وبطلع ذهب. هو فعلا كان بيطلع ذهب، دي حاجه ما ننكرهاش يعني. بس اخيرا بعد مرور تاني شهر، واللي هو كان شهر مأساوي جدا، وبجد كان شهر هو بيتعامل معانا دايما بنرجسيه. يا جدعان التعامل مع الشخص النرجسي بجد صعب. جينا لحظه القبض، احنا في اخر الشهر، فطبيعي يا حاج القبض. راح قال لي والله يا محمود انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي ومفيش سيوله، الدنيا صعبه الفتره دي، فممكن ناجل كام يوم. انا سمعت الجمله دي قلقت شويه، قلقت، بس انا برضو كان فيها حته براءه كده، وقلت ايه والله الراجل ده ممكن يكون ما بيكدبش، ممكن يكون فعلا السيوله عنده، ممكن نستنى عليه مفيش مشاكل. انا قلت خلاص، قلت له ماشي يا حاج مفيش اي مشاكل نستنى. عدى يوم، في التاني، في التالت، في التالت، في اسبوع كامل انا ما خدتش مرتبي، انا مرتبي متاخر. فدخلت عليه بعد اسبوع، يا حاج ايه نظام الكاشات يا معلم؟ انا الدنيا معايا اتعودت بقى، انا خلاص الراجل دلوقتي بقيت بقبض يعني، فتعودت على الفلوس. راح قال لي والله السيوله واقعه، بس بكره بس يعني مش بكره، اللي هو المره الجايه لما تيجي هدبر لك امورك. وانا مستغرب اصلا ان هو دايما بيتكلم قد ايه ان هو معاه فلوس. فانت يا معلم ادام دايما معاك فلوس، ليه ما تدينيش المبلغ بتاعي البسيط؟ انا مبلغي يا جدعان بجد كان حاجه بسيطه جدا. فلما رحت له المره اللي بعدها فعلا اداني فلوس، ولما بيديهاني كده بيقول لي خد ده المبلغ بتاعك. يعني ده كان امره بسيط، بس انا اخر مره عشان وديت كان ورايا حاجات، وكنت بدفع فلوس تامينات، وبدفع فلوس مش عارف ايه، وفلوس مش عارف جراج وحاجات كده، قعدت حاجه كده حاجات ولفه كده عبيطه كده ما يتصدقش اصلا من عيل صغير، بس انا عديتها عشان خاطر ايه، اللي هو خلاص يا عم انا مش قبضت، ما تاكلش دماغنا بقى. فدلوقتي احنا ماشيين في سيناريو تاني شهر. تاني شهر احنا ماشيين فيه اللي هو كان تقريبا شهر 11. شهر 11 احنا برضو ماشيين في المؤسسات نفس السيستم، يا اما بنصور لقاءات. اللقاءات دي بتكون ما بين الحاج وناس صحاب كتب، تقريبا عمل كتاب واحد. الكتاب ده اصلا لغويا غلط، الكتاب ده غلافيا خرا، الكتاب ده كله على بعضه. يعني مع احترامي للكاتب، بس يعني في شويه اسس للروايه، في شويه اسس للقصه القصيره، في شويه اسس لشكل غلاف الكتاب اللي الحاج هو اللي كان بيعمله، عشان الحاج كان بيستخدم فوتوشوب. انا نسيت اقول لكم برضه الحاج يا جماعه كان هو اللي ماسك الجرافيك ديزايننج. يعني دي كانت دي مشكله بقى. الحاج كان دايما لما يجي يشكر لي فقد ايه احنا دار النشر عندنا بتعمل اغلفه ما حصلتش. انا قلت ابص اشوف كده ايه نظام الاغلفه دي ايه. اتفاجئت بصراحه، اتفاجئت لما لقيت ان هو لسه بيستخدم الستايل، ان هو بيعمل ايه مثلا. انا هحطها لكم، يعني هحط لكم السيرت هنا. بيحط الغلاف عادي ابيض، فيه قوس قزح كده معدي، والكلمه واخده كده التانية بتاعت قوس القزح، ومكتوبه بفونت بتاع نيو تايم رومان، اللي هو بتاع الوورد ده بتاع الجامعه اللي انت بتسموه في الابحاث. بيكتبوا بس هو بالعربي بقى، يعني فاهم، حتى كمان مش محول اي حاجه، مفيش. والغلاف حتى مش غلاف، مش غلاف، ده غلاف هبطان، غلاف هبطان. وحتى في مره لما حاولت اقول للحاج يا حاج ده احنا ليه ما نجربش ستايل جديد، بص لي وراح قال لي لا طبعا، انت ايه تفهم في ايه في الجرافيك؟ ده انا معايا ادوبي من ساعه ما بدات، ده انا معايا ادوبي من ساعه ما الشركه ابتدت، ده انا راجل شغال في المجال ده بقالي 20 سنه،
تفهم انت ايه وبتاع، وكاني غلطت في الراجل. وفعلا انا كنت غلطان، انا مالي، انا مش بعمل مونتاجي يا عم، ادخلني في حالي. جينا بقى القبض تالت شهر، الحاج راح قال لي والله يا محمود يا ابني نفس دخلت الشهر اللي فات، ما في سيوله يا حاج. طب انا مالي، انا واحد كشاتي عشان اجي اشتغل يا معلم، ما برضو انت انا ببص على واجبي اللي لازم اديه في الشغل، بالتالي انت لازم تديني حقي. عدى اول اسبوع ما خدتش فلوسي، تاني اسبوع خدتش فلوسي. بعد المره بقى اللي تاني اسبوع دي الحمد لله اداني الفلوس، بس اداني متقسمه باكج، هو اداني النص بس، اداني النص وقال لي النص لما تيجي المره الجايه عشان خاطر مش عامل حسابي. ايه يا عم مش عامل حسابك يا عم، يا عم ده مبلغ اهبل والله، مبلغ بجد مبلغ اهبل، مش المبلغ اللي عامل عليه الضجه دي كلها. المهم بعد ما مشيت تالت شهر وانا قبضت نص المبلغ، قلت له يا حاج انا مش هاجي المره الجايه غير لو فعلا هقبض. راح قال لي لا 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 مفيش مشاكل وهتيجي تقبض وبتاع. فعلا رحت واداني الفلوس واشتغلت، وهو بيديني المرتب راح قال لي احنا عايزين ننزل المبلغ. قلت له ليه، احنا مبلغنا اصلا قليل. راح قال لي اصل الشغل اللي انت بتعمله يعني مش مستاهل كل ده. يعني ايه الشغل اللي انت بتعمله، تاخد تقصقص وتلزق شويه فيديوهات ورا بعض وتحط لي موسيقى في الخلفيه وكلام عبيط، يعني حد ممكن يجي يعمله. انا الكلمه ضايقتني. هو انت ممكن تجيب حد مكاني فعلا يعمله، بس اكيد مش هياخد اقل من المبلغ ده يا معلم، انا باجي لك 8 مرات في الشهر، ملهاش لازمه بجد ان انت تعمل عليا كل الحوار دي. بس ومشي السيناريوهات كالاتي مع الحاج ومع عم احمد ومع مهندس ومع كمان ابن الحاج، لحد ما جت فتره نص السنه، واخيرا يا معلم احنا في اولى، فطبيعي هنخش على اول فاينل لاول ترم احنا فيه. انا قلت وقتها للحاج يا حاج انا للاسف يعني في اسبوعين كده مش عارف اجيهم نسبه للامتحانات بتاعتي، ان انا اصل ال 100 ترم كرفت له واتحط عليا في ال 100 ترم بالجامد قوي يعني. بس قلت خلاص، قلت للحاج يا حاج انا في اسبوعين للفاينل، انا هغيبهم عشان خاطر اذاكر فيهم. بس للاسف انا مذاكرتش فيهم، والنتيجه لما طلعت انا تقريبا كنت شايل السنه، وكانت دي الكارثه اللي انا اكتشفتها. بقى دلوقتي عليا ان انا اداري كارثه موادي، وعلى الناحيه التانيه ان انا كلها اسبوع واقبض، وانا حضرت اسبوع واحد بس. فللاسف حضرت الاسبوع الاخير في الشهر وانا بجد واخد على عيني بشكل بشع بشكل بشع. جه وقت القبض، الحاج راح قال لي لا يا محمود لا مفيش، انت قبض انت اصلا ما جيتش غير اسبوعين. قلت له ايوه يا حاج ما جيتش اسبوعين. راح قال لي ما انت ما كنتش مستأذن في الاسبوعين اللي انت غبتهم، فهنخصم الاسبوعين اللي انت جيتهم من الاسبوعين اللي انت غبتهم. ايه يا راجل انت، أنا مش متفق معاك. فرحت كده بصيت قلت له يا حاج مش ده كنا اتفقنا ان انا كنت هغيب واحنا متفقين على ده. راح قال لي لا انت غبت، ودي حاجه ما ترجعليش، الشغل وقف وقتها وانت عملت لي ضرر وبتاع ومش عارف ايه. لو انتوا فاكرين قلت في الاول الحاج خلاني اعمل باسورد للجهاز بتاعي، وبعد تقريبا تالت شهر او رابع شهر انا اتنقلت من مهندس الكمبيوتر من الاوضه بتاعته، اتنقلت لبلكونه خليته يقفلها عشان اقعد فيها عشان اعرف اشتغل احسن من غير صداع مهندس الصوت. فانا وقتها كانت البلكونه اللي اتقفلت دي اتعمل لها مفتاح، والمفتاح ده كان معايا ومع ابن الحاج، وباسورد الجهاز ما كانش مع حد غير معايا، باسورد القناه اللي انا عملتها في الاول ما كانش مع حد غير برده معايا. انا والحاج اتخانقنا يوم سبت وقال ما فيش مرتب. مشيت قلت له خلاص انا مش جاي تاني، وده اخر يوم ليا. بعد ما مشيت طبعا هو اكيد افتكر الكارثه اللي هو كل حاجه معايا هو مش معايا حاجه. كلمني لحد بالليل، ازيك يا محمود عامل ايه واخبارك ايه احنا صورنا النهارده ماتيريال مهمه قوي ومحتاجينك لما تيجي تبدا مونتاج فيها. قلت له يا حاج لما اجي يوم الاربعاء هقبض ولا؟ راح قال لي فلوسك جاهزه ان شاء الله مفيش اي مشاكل. مفيش اي مشاكل، هو مليون في المية افتكر ان انا معايا الباسوردات وكل حاجه. قلت له تمام يا حاج. رحت الاربع فعلا اشتغلت على الماتيريال، واشتغلت شهر 2 ب3 ب4 لحد ما شهر 4 دخل الكورونا. ودخول الكورونا دي كان بداية الخراب، لأن يعني مع دخول الكورونا أنا للأسف وقفت شغل في نص الشهر، فبالتالي لما جيت وقفت أنا اشتغلت نص الشهر بس. يعني لما جيت في أوائل شهر 5 أطلب فلوسي، راح قال لي لا الكورونا دخلت وكل الناس أصلا وقفت شغلها ومفيش حد عارف ياخد مرتبات. راح قال لي أنا ما عنديش عموما فودافون كاش، لو عايز تيجي تستلم الجزء اللي كان باقي لك من الفلوس تعالى استلمها. اللي هو انت بتحضرني ده من امر الواقع. ماشي. انا للاسف زي ما قلت ما كانش في اي طريقه ان انا اروح بيها الشغل غير المترو، ودي كانت وسيله مواصلات طبعا اتقفلت يعني بالنسبه لي عشان خاطر الكورونا. فاضطريت وقتها ان انا اخد الحاج بالعربيه ويلا بينا نطلع على المشوار اللي هياخد ساعه الا من بيتنا لحد هناك. اتحركنا فعلا، وصلنا. بعد ما وصلت وخدت ابويا مشوار واللي هو قعد ساعه عشان خاطر الدنيا كانت واقفه جدا. احنا كنا رايحين تقريبا الساعه 3 4 مش عارف الدهري كان يعني وقت قد ايه، كان فيه اصلاحات وبتاع، فخدنا وقت على ما رحنا. بعد ما وصلت راح قال لي انت ايه الباسوردات؟ قلت له الاول المرتب. راح قال لي لا الاول اعرف الباسوردات. قلت له ماشي مفيش مشاكل. كتبتها له على ورقه، والورقه دي كانت قدامي على المكتب ما بيني وما بينه. جيب اديني فلوس، اداني 200 جنيه بس من مرتبي خدت 200 جنيه بس. ايه ده يا حاج؟ ولا اداني وقتها 450 يا رب؟ لا كان 450 جنيه بالتمام، وكمان كان 450 جنيه. باقي لي قد ايه؟ كان باقي لي كتير، ان هو كان اصلا مفوت مرتب من شهر 3 انا ما قبضتوش عشان وقتها ما كانش فيه برضه سيوله ونفس الحاجه اللي بتتقال كل مره.
وكان باقي لي نص شهر 4. انا بالتالي في تقريبا شهر شهر ونص ما قبضتهمش، جه في الاخر يديني 400 ولا 450 جنيه. بس هو ما خدش باله ان انا باخد الفلوس، خدت الورقه تاني بتاعت الباسوردات. فبالتالي باسوردات الاجهزه كانت معايا انا بس. ولما جيت قلت له حاجه عايز بقيه فلوسي، راح قال لي لا انت كده خلاص تمام ومرضي، وكده كده احنا وقفنا شغل سوا. وقتها كنت ساذج، كنت وقتها 17 18 سنه، ما كانش عندي الخبره الكافيه، بس خدت خبره وما فيه الكفايه بحكم الشركات اللي انا نزلتها واتعلمت منها وخدت خبره منها واتلدعت جامد مع الحاج. انا وقتها خدت الباسورد. من بعد ما خدت الباسوردات حاول يتواصل معايا كذا مره بس ما عرفش. ومن اللي انا عرفته بعد كده ان الجهاز ده اتفرمط عشان خاطر يعرف يفتحه تاني. والقناه دي عرف ياخدها ان هي كانت برقم تليفونه، عرف يرجعها تاني. بس تابعتها من فتره ولقيت ان هي ما نزلش عليها حاجه من بعد تاني. حوالي عليها 500 مشترك او 600 مشترك، كان ده الرقم اللي عرفت اعمله وقتها. وكان تقريبا الارقام دي راجعه عليا، اللي هو اصلا رقم كان تافه قوي، بس طبعا انا اللي كنت السبب فيه. مفيش حاجه نزلت تاني من وقتها. فالقصه دي تعلمك 4 حاجات يا صديقي: ان حقك ما تتنازلش عنه تحت اي ظرف وتحت اي بند. زي ما صاحب الشغل بيخاف على شغله وبيخاف على الديدلاين وبيخاف على الحاجه تتسلم في وقتها والحاجه تنزل في وقتها والحاجه يعني شغل يكون كامل في الوقت اللي هو عايزه، انت كمان من حقك تاخد مرتبك في الوقت اللي هو متحدد عليه من الاول. يعني انت مثلا متفق من الاول مع الشغل اللي مرتبك يوم 31 بينزل، يبقى يوم 31 شرب. مثلا اتاخر لسبب ما، لظرف ما، مره استثنائي، مش يبقى كل شهر وتبقى عاده بالنسبه له. تاني حاجه اتعلمتها ان مش كل حد تعرفه في الشغل لازم يبقى قريب منك تلازما، ومش لازم يبقى صاحبك. لا، مش كل حاجه لازم تحجم الناس للاسف. لازم صحابك تنقيهم كويس قوي، بالذات من الشغل، لان الشغل فيه اللي بيكون عايز يصاحبك مصلحه، في اللي بيكون عايز يصاحبك لغرض معين، في مثلا اللي عايز يصاحبك عشان هو عصفوره وهكذا. فلا، انت صحابك في الشغل لازم بتنقيهم كويس قوي عشان خاطر فعلا لما تتلدع اول مره هتتربى، وكل مره هتبقى تنقي صحابك كويس في الشغل. تالت حاجه ودي حاجه مهمه قوي عشان اسف انا ما عملتهاش: لازم لما تيجي تمشي من شغلك تاخد كل الداتا بتاعتك اللي انت عملتها والماتيريال، عشان خاطر لو انت هتحطها بعد كده في سي في او في بورتفوليو تعرف تستخدمها. انا للاسف في الشغل الاولاني مفيش اي حاجه من الماتيريال خالص معايا. هو فعلا في حاجات قلنا على قناه اليوتيوب، بس في حاجات ولقاءات ما كانتش بتنزل والحاج ما كانش بيرضى ينزلها. انا فعلا الماتيريال دي تعبت عليها، كان في بروموهات، كان في حاجات كانت لسه هتنزل قدام. الحاجات دي كلها انا ما خدتهاش، ودي الحاجات دي فعلا كانت هتفرق معايا في السي في في الاول. الحاجات دي فعلا انا كنت محتاجها في البورتفوليو قوي، بس للاسف الحاجه دي مش معايا منها اي حاجه. ورابع حاجه ودي حاجه برضو مهمه قوي: ما تتعاملش مع الشخص المادي، ما تتعاملش مع الشخص المادي، ما تتعاملش مع الشخص المادي سواء في حياتك، عشان خاطر بجد هيتعبك قوي. وهيفضل كل حاجه بيتكلم عن الماديات، وهيفضل كل حاجه بيتكلم عن قد ايه هو ممكن يجيب فلوس وقد ايه هو ممكن يضيع الفلوس، او لو هو بخيل قد ايه هيحرص على الفلوس. التعامل مع الشخص المادي برضه متعب ومرهق قوي. وبس كان ده كل كلامنا مع مدير النرجسي، واول شغل ليا في مكان او في مؤسسه ثقافيه زي ما قلنا. بس كده، فما تنساش في الاخر تعمل لايك وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات لو عجبك القصه بتاعتنا. كان معاكم محمد بدران في بدرانيات. سلام.